هتحداكوا تعرفوها وتقولولي كمان من انهي محافظة. عندي ربع كيلو من العدس غسلاه كويس جدا ومصفية ميته. بحط عليه 3 طماطمات وبصلاية كبيرة متقطعين مكعبات كبيرة. هحط عليهم مية بكمية كويسة عشان نسلقهم فيها. وبعدين هنزل بمعلقة صغيرة من الثوم. هسيبهم على النار لحد ما يستووا كويس جدا، ممكن ياخد حوالي ساعة، ولو في النص احتاج مية بزوده. وبعدين هضربهم في الخلاط كويس جدا لحد ما ينعموا، او لو موجود هاند بلندر ممكن برضو. في نفس الحلة اللي انا هسوي فيها بقى بحط 3 معالق كبار من الزيت وعليهم بصلاية صغيرة مفرومة. هشوح البصل لحد ما لونه يصفر وبعدين انزل عليه بشوربة العدس. التوابل بقى بمنتهى البساطة: معلقتين صغيرين من الملح، نص معلقة من الفلفل الأسود، معلقة صغيرة من الكزبرة، معلقة صغيرة من الكمون. ونقلب كل ده مع بعض كويس. بكون مجهزة بقى 200 جرام من البامية الويكا اللي هي بيبقى حجمها كبير، ومقطعاها شرايح كده وبحطها على خليط العدس. بقلبها بقى وبحطها على النار وبسيبها كده على نار هادية خالص، ولو احتاجت مية بزود لها، عشان طبعا كل ما بتستوي اكتر كل ما بتشرب السوائل اللي فيها. بعد حوالي ربع ساعة كده بعمل طشة زي الملوخية بالظبط بس بالزيت. معلقة كبيرة من الثوم، معلقتين من الزيت، واحط عليهم كزبرة ناشفة لحد ما ريحتهم تطلع كده. وانزل بقى بالطشة دي على طول على البامية كده. هقلبها واسيبها تكمل سواها على النار، تقريبا ممكن تاخد لحد ساعة. احنا عايزين البامية تبقى مهرية خالص، ففي النص كده بجيب شوكة واحاول اهرس البامية اللي لسه سليمة. ولما توصل للقوام ده اعرفوا كده ان هي خلاص استوت. الوصفة دي لازم معاها بتنجان مخلل. وبجد لو جربتوا الطريقة دي مش هتعملوا غيرها. اللي بيعمل الوصفة دي بقى ويعرف اصلها يكتب لي في الكومنتات.